لا غوسيت نتاعنا اليوم هي المسخن الفلسطيني بلمسه جزائريه، واللمسه الجزائريه غادي تكون في عجينه المحاجب، خاطرش الاصل في المسخن هو خبز الصاج ولا الخبز العربي هذاك اللي يجي مع الشاورما. تبعوني نوجد عجينه المحاجب اللي هي سميد رقيق ملح وماء، وهذا مكان هنا ديت رطل سميد. كي نستعمل العجانات دائما العجينه نديرها تتلاصق، نشعل عليها العجانه وما نزيدها ولا قطره تاع الماء، عكس العجين باليدين اللي الماء ينزاد بالتدريج. انا هذه الملاحظه رماركيتها بعد التجربه والخبره. خليتها تنعجن 17 دقيقه حتى ولات الاستيك. نشكلها كويرات نتاع 80 غرام للوحده، وكي نكون نلوز في الكرات ندهن يديا بالزيت باش ما تلصقش فيهم العجينه. ندهنهم نغطيهم بالبلاستيك ونخليهم يريحوا، ونفوت للحشو نتاع المسخن اللي يديروا فيه كميه كبيره نتاع البصل مقطع شرايح. وهذا البصل لازم يتقلى في كميه مليحه نتاع زيت زيتون، خاطرش الوصفه الاصليه ندير به. كما تعرفوا بلي الاراضي الفلسطينيه غنيه بزاف باشجار الزيتون، على هذيك يدخل زيت زيتون تقريبا في كاع الاطباق نتاعهم. نقطع صدر تاع الدجاج ونزيدها على البصل، ونتبل بالفلفل الكحل السكنجبير والسماق واللي هو لي بيس برينسيبال في المسخن. نزيد ساشي جومبو ميكس بالتوابل والاعشاب يمدلي بالنشابه للدجاج، ونكمل نقلي ونزيد قطيره ما باش لافارس نتاعي ما تنشفش. والناس اللي راهم يتسائلوا على السماق تلقاوها عند الحوانيت اللي يبيعوا المنتجات السوريه ولا التركيه. ما نبغيش تصوير سريع، بصح هنا كنت ملزومه نديره باش تشوفوني كيفاش حليت العجينه. هنا نحلها نستعمل الزيت باش تتكسل معايا مليح. اطويوها كيما مدارين نديروا مع المحاجب، حطوا الحشو تاع المسخن في الوسط وبلعوا عليه. طبق المسخن في الاساس يديروه بطراف دجاج كبار وكاملين، يطيبوهم كيما وريت لكم بالبصل وزيت زيتون والسماق، يحطوهم من بعد فوق الخبز العربي وياكلوه. انا هنا درت اون ريفيزيت لهذا الطبق الفلسطيني العريق ومديت له لمسه جزائريه. طيبت النص في الكوشه بعد ما سخنتها مليح، والنص الزاوج طيبته في الطاجين كيما مدارين طيبوا المحاجب. نتاع الكوشه جاو مقرمشين عجبوني بزاف، ونتاع الطاجين جات فيهم ديك البنه المعروفه نتاع المحاجب. بركي تبداو تاكلوا تحسوا بنه جديده ومختلفه وسورتو بنينه، واللي هي بنه المسخن الفلسطيني. في لاغوسيت نتاع اليوم درتها ميكس بين زوج مطابخ نتاع زوج بلادات عزاز على قلبي، مطبخ بلادي الجزائر ومطبخ فلسطين العزيزه. تحيه كبيره منا ليهم. à la prochaine.